السلام عليكم احبابي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير دائما ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قصه جديده، نبداو على بركه الله. انا نسرين، تزوج عندي 19 سنه، بود المدينه ديالي. تزوجت به، انا كنت داخله سوق راسي قبل الزواج، كان اول شخص في حياتي غادي نعرفو غادا نتزوج به. كان مزيان معايا، بغيتو، كان عزيز عليا، كنت عزيزه عليه، كان كيعاملني مزيان، كان راجل عزيز عليا صراحه. درت فيه كلش، درت فيه باخاي، كان كيبان لي هو محور الكون بقوه المعامله ديالو الطيبه، وانا بغيتو تعلقت فيه، كان كيبان لي هو كل شيء. دوزت معاه عام وشهرين، رزقنا ربي بنيته، فرحنا بها بزاف، تا هو فرح بالبنيته ديالو، فرحنا ما كنقدنا حتى شي واحد. وبقات غادا الحياه معاك بحال هكاك ومزيانه انا وياه. ولكن ما كتكملش دائما، ما كتكملش الحياه، ماشي دائما كتلقى داكشي اللي بغيتي. كنكتشف راجلي زر النساء كيحماق على العيالات غادي هو يبرقق فيهم، وماشي غير كيبرقق فيهم، مشكل السيد كيهضر معاهم كيدير لي علاقات. بالحق والله لا بقات فيه. طاح فيا انا ما كنستسلمش، طاح فيا انا اللي عندي شخصيه قويه، وما كنخافش وما كنعرفش نخاف جيت جا. من بعد لقيت الراجل ديالي، بقيت كنكتشف فيه كيتبدل، وماشي كيتبدل في المعامله ديالو، المعامله ديالو بقات مزيانه، وهي اللي خلاتني نبقى شاده فيه. ولكن السيد لقيتو بحال اللي ما بقاش شاد فيا في الدار كما كان. خصو نخرج مثلا ولا نمشي نبات في الدار ديالنا شي نهار باش يتهنى مني ودار داكشي اللي بغا. هذاك التغيير لاحظتو فيه. واحد النهار بغيت نمشي للدار ديالنا وداني، وكي لاحظ جات معاه، داني الدار ديالنا، وكانت عندنا واحد المناسبه، وكنت غادا نطول شويه. بقيت تمايا واحد الايام في الدار ديالنا. واحد النهار وانا نقول انا نمشي للدار وندير له مفاجاه، وصلني با. صافي دخلت للدار، عدلت لك واحد الكيكه، سكسرت على الحاله وفرحانه غنتلاقى الراجل ديالي الحبيب ديالي، نعس الوليد ديالي، ودايره ديك الرومانسيه اللي ما كتنفعش معاك بحال هاد الناس هادو. بقيت كنوجد وعاجبني الحال. واحد ساعه وصوني التليفون ضد الدار، جاوبت الو ما كيجاوب حتى شي واحد. قطعت، قلت عادي ماشي شي حاجه، حيت انا الوقت اللي كنعاود لكم عليه هادشي راه كان باقي ما كاين واتساب وديك التليفونات بورطابل خارجين بين الناس في الزنقه، كان التليفون ضد الدار. صافي من بعد من الو ما جاوب حتى شي واحد، قلت صافي عادي. من بعد مشيت للبلاصه ديالي وقلت صافي ندير راسي ناعسه والحس مقطوع، تيجي يدخل لقاها مفاجاه. سيد من دخل ديريكت داز التليفون كيهضر، جاتني الصدمه. كنسمع السيد كيهضر وانا زعماك في البيت ما بغيت ندير حتى شي حس باش ندير له مفاجاه. كنسمع السيد كيتغزل، ومن بعد ويقول لا راه هي ما كاينش، راه هي في الدار ديالهم. قالت له لا، راه انا كنسمع صوت د المراه كتقول الو. قال لها حبسي حط التليفون دخل كيقلب عليا، لقاني في البيت وانا دايره راسي ناعسه وماشي في هذا العالم. رجع عند دابا الحسب، قال له والله الا كاين، انا خليتها في الدار ديالهم، وماشي انا اللي وصلت، يمكن وصلها شي واحد من العائله من دارهم. سيد بقى مصدوم، قطع التليفون. ما نقدرش نعاود لكم الاحساس ديالي كي كان ديك اللحظه. الدمار، عارف شنو الدمار؟ تنحس بالدمار. عارفين كيكون شي واحد كيعاملك مزيان وكتبغيه وديرتي فيه باك خوك الحياه كامله، وكتكتشفي يعني الخيانه اكبر صدمه. ومين كتكتشفيه راه هو كيبغيك كيعاملك مزيان، عتقولوا لي كيفاش كيبغيك هو كيخونك. بزاف ديال الرجال كيبغيو النساء ديالهم، ولكن فيهم داك الصنعه الخايبه اللي ما كترضي الله وما كترضي العبد، اللي كتدمر المراه نفسيا وكتقهرها وكتخليها راجعه وهي اللور، ما كيبقاو عندها مشاعر كعباد الله، ما كتبقى كما كانت. صبرت بزاف داك اللحظه. دخل عندي، كيضحك معايا، كيف يق بنته، كيف فرح بيها. صافي درت ما فراسي ما يعاود، ولكن لاحظ فيا انني ماشي هو هذاك. قال لي مالكي قلت له لا والو، غير عيانه، غير عييت هاد الايام كنت كنسهر وداكشي، وكان مجموعه مع خوتي وداكشي، وكنت كنسهر وما عندي كانا. داز ياكل، قال لي يلاه ناكلو. قلت له لا صافي غير سير، غير بالصحه، ما عنديش الشهيه. جلست في الدار ديالنا عاد جيت. قال لي شكون جابك؟ قلت له جابني با. صافي جلس كياكل وانا حالتي حاله. عاد تقولوا لي كيفاش قديتي تشبري راسك وتصبري؟
غادا نصبر. شنو غادي نستافد من انا غادا نقول له كنتي درتي ودرتي ودرتي؟ شنو؟ ما استفدت حتى شي حاجه، ما عندي دليل باش نقول راه هو خانني وننتقم منه. ما انا باغا نطلق، انا باغا نبقى معاه. يعني خصني نكون انسانه حكيمه. واذا مشى اصلا عرف انني عرفتو كيخون، ديك الساعه تبقى يديرها قدامي وبالعلالي. وخصوصا ملي كيكونش نتيا ما باغاش تطلقي وكيكتشف بانك نتيا عرفتي السر وباقا صابره، بالسيف غيبقى يدير لك قدام وجهك وانتيا كتشوفي. لا، خدمت عقلي وصبرت، وماشي حيتيش انا صبرت راه انا ما مسوقاش. لا، انا ربي بوحدو اللي عالم بيا، فيا القهر الدنيا والدين، وتحطمت بزاف، ولكن خصني نكون قويه. ما بغاش يديني نعس داك الليله هادي، كنتسنى النهار فوقاش يطلع. غير طلع النهار صايبت لافورطور، خرج الخدمه مشى. بقيت لداك 9 د الصباح هيدا وانا نبدا الخطه ديالي، حيت الليل كله انا كنفكر كيفاش غندير. وليت صونيت للسيده واحد البروده، الو لاباس بخير؟ جاوب عليا خوها. قلت له اسمح لي واخا تعطيني اختك. قال لي شكون نتيا؟ قلت له انا صاحبتها. قال لي صافي واخا دوزي واحد شويه وصوني. دوز واحد شويه صونيت وهي تجاوبني الو. قلت لها كي دايره؟ لاباس عليك مزيان؟ قالت لي لاباس الحمد لله. شكون نتيا؟ قلت لها انا مرات فلان. بقات مصدومه وساكته. قلت لها مالك اختي هاني شنو المشكل؟ قالت لي خفت زعما عادي زعما كتصوني لي. قلت لها لا، راه راجلي الليل كله يعاود عليك كيضريفو، انا كنتي كتقراي معاه. قالت لي كنت كنقرا معاه. قالت لي كنتو اصدقاء وماشي غير بوحدكم، بقى كيعاود لي كيفاش دوزتو المدرسه وكيفاش كنت نتيا وصحاباتك، يعني راجلي داك النوع اللي كيامن بالصداقه. قالت لي حتى انا عند بالي ماشي من داك النوع نتيا. قلت محاش واش غتامن بالصداقه وداك الشيء، وجاتني غريبه. قلت لها لا اختي هانيه، هو بقوه ما عاود لي عليك، شدني الحماس نتعرف عليك ونهضر معاك. قالت لي يا صافي. بقيت كنهضر معاها وكنتحايل عليها حتى طلقت راسها وبقات كتجمع معايا عادي، وبدات كتسرسر وتهضر. صافي من بعد قلت لها شوفي خلي هادشي بيني وبينك كاع ما تعاوديه لراجلي. قالت لي صافي واخا. بقيت شويه وانا نصوني، من صوني تجاوب عليا خوها كي داير؟ لاباس بخير. قال لي شكون معايا؟ قلت له انا السيده اللي صونيت لك قبيله. قال لي مرحبا اختي، شنو كاين؟ شحال خاطر؟ قلت له شو هادشي كنيش انا خاي، شوف اختك راه كتهضر مع الراجل ديالي. قال لي كيفاش صدق؟ قلت له خير، راه اختك كتهضر مع الراجل ديالي وكيقيلوا يهضروا هو وياها في التليفون. قال لي شكون راجلك؟ قلت له بشرط بغيتي نقول لك شكون راجلك، ما بغيتش الامور توصل لشي حاجه خايبه. قال لي لا كوني هانيه، غير قولي شكون هو باش نربيه مزيان. قلت له شوف انا عندي بنيته الله يرحم الوالد. قلت له الله يرحم الوالدين بلا ما تيتمها. قال لي صافي كوني هانيه. صافي قلت له الموقع ديال راجلي كان موظف في واحد البلاصه مهم. مشى لديك البلاصه وبقى يتسناه حتى خرج. من خرج جاي يركب الطوموبيل، جروا لعنده ما نقولكمش العصا اللي عطاه، وما كانش غير بوحدو، كانوا هما شي 3 بيهم. طالع صا مزيان تسخ سقوق وعيا وما يفكوا ديك الموظفين والو اللي خدامين تمانيت. قال له شوف والله ما كانت مرتك وصاتني وقالت لي ما تيتمش داك البنت على وجه داك البنت وعلى وجه ديك المراه ديالك اللي رغبتني، خليك بالروحي ما راك قتلتك. مشاك بحال هكاك. جاو البوليس من كانت داك الفوضى. قال له واش ديكلاري بديك الشيء؟ قال له لا. قال له صافي ما بغاش يزيد يكبرها. سبقى جا للدار وهو يك بحال الوحش. جا وانا كنشوف فيه واحد البرود. قال لي شوف غنسولك وما تكذبيش، واش هضرتي في التليفون مع شي وحده؟ قالت له قلت له بكل بروده. قال لي وعلاش صونيتي وهضرتي؟ قلت له مازال عندك الوجه اللي انت كتشوف فيا وكتهضر معايا. بقيت كنشوف. قلت له وغزتا فيك هاد الحاله اللي انت فيها. قلت له كتخوني وزايدها ما كتقاش الله، وزايد مازال كتهضر. احمد الله اللي وصلت غير لهذا الشيء هذا. هو صافي. قال لي عرفتي اش غديري؟ جمعي حوايجك. قلت له هي الاولى. جمعت حوايجي، بدلت لبنتي وزيت، داني الدار ديالنا، خلاني 15 يوم انا في الدار ديالنا، ما هضر ما تكلم، خلاني تمايا. جا مورايا من بعد 15 يوم وما خلي ما شري لي الكادوات وجاي وكيرغب. قلت له دوزتي 15 يوم وانت يا سامح فيا، خليك شي 15 يوم اخرى باش تربى مره اخرى تسمح فيا بحال هكايا. عيا ما يرغب خليته ومشيت. دوز واحد 3 ايام وهو يرجع عاوتاني، وانا رجعت الدار ديالي وانا عارفه راجلي كيبغيني وباينه فيه كيبغيني. بالحق قبل ما نرجع معاه
قدام الدار ديالنا وعدني عمره يدير شي حاجه. صافي تما وعدني عمره بانه يدير شي حاجه وعمره ما يغلط هذا الغلط. مشى وبقى بحال هكاك. تما لاحظت راجلي انه ما بقى كيدير حتى شي حاجه. مشات الحياه وزيدت ولات معاه تبارك الله 2 وليدات، وبقات غادا الحياه انا وياه وبقيت نلاحظ عليه والو. ولكن السيد دوز مع انا وياه 8 سنين، وهاد 8 سنين هادي جلس منا غير عام وهو داير عقله. هاد 8 سنين دازت كلها معاناه معاه، مره نغضب مره نرجع، مره نغضب مره نرجع. كنهضر كنلقاه كيهضر في التليفون، ما كيديرش شي حاجه بعيده على التليفون، ولكن المهم كنلقاه كيتصل، كنلقاه متصل بالبنات وكيجمع. بقيت غاده على داك الحال عايشه معاه، وراجلي تعرف على واحد السيد، واحد الصديق اللي بقى داخل خارج معاه. بقى كيخرج معاه مره معاه في القهاوي عموميا، مره معاه في الريستورات. المهم هو وياه كيخرجوا بزاف. واحد نهار مشى واحد الريستورا هو وصاحبه، وجالسين حدا واحد 2 بنات. هذوك 2 بنات وحده بقات كتشوف في الراجل ديالي، بقات كتشوف فيه ويقول له صاحبو شوف هذيك شحال غزاله كتشوف فيك، كانت زوينه داك البنت اللي كتشوف فيه. قالوا شوف عينه كاع ما زولاتها منك. صافي بقات كتشوف فيك بحال هكاك. داك الساعه خدا من عند راجلي النمره، عطاتو النمره. صافي بقاو هو وياها على اتصال. ديك الساعه راجلي كان دار التليفون، دار البورطابل اللي كيخرج به. صافي بقى يهضر معاها، بقيت كنلاحظ راجلي ديك التليفون اللي كيجيبو كيموت عليه، ما خصوش يتحرك من قدامه. وتبدل ضروري كتحسي اذا كنتي متزوجه ضروري كتحسي بالتغيير مع راجلك. يعني سيد غي ساهي كيقفقف على تليفونه، هذاك السيده كان كيجمع معاها وكيغمق معاها وغير كيهضروك بحال هكا في التليفون. واكتشف بانها عندها راجلها، وبقات تعاود على راجلها كيفاش المعامله ديالو خايبه معاها. واحد النهار وانا راجلي خرجنا دانك بحال هكا المارجان كان بعيد على الدار ديالي، داني انا وليداتي. مشينا تاخرنا راجعين، والتليفون د راجلي كيصوني مع النمره اللي طالعه ما كيعرفهاش، ما جاوبش، ولا تصونات داك النمره ما كيجاوبهاش. صافي حط التليفون بحال هكاك وحنا غاديين، وهو يهبط باش يدير المازوت للطوموبيل. من تما داز الحانوت شرا لنا الماء وشرا العيال شي حاجه من الحانوت، هبط يدير المازوت. ديك الساعات وانا ومن تما مشى تاخرنا يجيب لنا الماء من الحانوت. ديك الساعات انا كنسمع التليفون كيوصلوا ميساجات وانا ندخل وانا نسمعها كتقول له راه انا الحبيبه ديالك اللي كنسرد لك، راه غير التليفون اللي كنسرد لك به ماشي ديالي، علاك ما بغيتيش تجاوب. ولقيت النمره اللي طالعه به الميساجات ديالها ديالو سي محمد باش انا ما ندي ما نجيب. شبرت قيت داك النمره داغي، قيت النمره ديالها وقيت النمره اللي صونات وما جاوبش عليها في الاول. ومشيت معاه وصلنا، وانا كنفيض انا كنغلي بالفقصه وكنموت بالفقصه والغدايد. واحد النهار هو يقول لي شوف راه نمشي انا وصحابي غنمشيو لواحد الغابه، ونبقاو تمايا، وراه ما كيكونش الريزو، لا خصك شي حاجه قولها لي دابا. قلت له لا غير سير. ديك ساعات انا كنكره، طلعت لي هاد العيشه في راسي ومبقيتش قادره عليها. صافي بين مشى صونيت لمرات صاحبو وسقسيتها، قلت لها واش راه الريزو ما مشبرش الراجل وبغيت شي حاجه، واش راجلك حتى هو مشبر له الريزو ولا لا؟ قالت لي لا، راه مشاو ما مشبرش عندهم الريزو تما تاكدت راه هو مشى مع الرجال، يعني ما مشاش لشي بلاصه اخرى. صافي ملي بقيت في الدار وانا نجبد داك النوامر، مشيت اتصلت بالنمره الاولانيه اللي ما جاوبهاش. جاوبت عليا واحد السيده قلت لها شوفي قول لبنتك تبعد لي من راجلي. قالت لي على شنو واقع؟ قلت لها شوفي راه بنتك كتهضر مع راجلي، ولكن والله تنشوهكم، والله تنجيب المخزن حتى للدار، بنتك ما تبقاش تطوف ليا براجلي. بقات مسكينه كترغبني وحتى لدرجه ولات كتبكي، كتقول لي سترينا الله يسترك راه ما خصنا نشوها، وكوني هاني عمرها تعيط لك. صافي نهيت معها المكالمه، وصلت بيا لحد صراحه، وصافي بغيت الحل ولا الطلاق، اما يشد معايا الطريق اما الطلاق. شبرت راسي مشيت عند اختصاصي نفسي، مشيت عنده وبديت نعاود له حتى الاخر، من البدايه الزواج ديالي معاه حتى النهايه.
قلت له شنو بان لك؟ قال لي شوفي هو راجلك راه كيبغيك ماشي ما كيبغيكش، كون كان ما كيبغيكش راه ما غاديش يطول معاك، وباش عارفي الدليل انه كيبغيك كون راه كيتزوج بهم هاد اللي داير معاهم علاقه، كون راه كيتزوج بشي وحده منهم. هو راجلك عمره ما غيتزوج بشي وحده، راجلك فيه مرض، هذا مرض صنعه فيه، خصو الطريقه كيفاش يحيدها. قالت له شوف دكتور قول لي من هنا اذا كان راجلي ما غاديش يتعالج قولها ليا، قول لي راه ما غاديش يتعالج، حيتيش انا اخترت جوج، يا يتعالج عنده الحل يا نطلق. قال شوفي انا غندير معك واحد الخطه اللي غتنفع معاه. هاد الخطه هادي قال شوفي سيري ملي تمشي للدار صوني شي وحده من صحاباتك وكون هو كاين وخليه يسمع هاد صاحبتك مثلا، ديري راسك هاد صاحبتك كتشكى منك من راجلها لقاتو كيخونها. داكشي اللي درت، صونيت وبقيت كندير راسي انا صاحبتي كتهضر معايا وراجلها كيخونها وانا كنصبر فيها وكنقول لها معليش وكذا وكنهضر معاها. وقالت لي شوف الله يرحم والديك قولي لراجلك يقول لي شنو غنعمل معاه الحال باش ما يبقاش بحال هكا. صافي قطعت مع صاحبتي، وطبعا هاد صاحبتي كنت دايره معاها بالعاني تهضر معايا. صافي وعاودت له قلت له شوف شنو قالت لي قال لي شوف قول لها هذا راجلها هذا تحيد له حوايجو من البيت، حوايجو وتنخلو وما تبقاش تهضر معاه، وديها في راسها وتكون دائما متهليه في راسها وماكيجه، وتشبر حوايجو وتسيبهم له تمايا فوق السطح ولا في شي بلاصه اللي ماشي وسط الدار، وتنخلو وكل مره تكون انيقه وتقطع عليه كل شيء، ما تخليه لا يقرب منها ولا يحاديها، وحتى الماكله من تعدلها ما تخليلوش الماكله، وديروك بحال اللي ما كاينش وتحيد الاهتمام نهائيا ليه. صافي دوزت داكشي اللي كان، مشيت عند اختصاصي وقلت له شوف دكتور شنو قال لي دكتور بقى كيضحك وقال لي والخطه اللي عاد نفع معاه هو قال لك يعني انت سيري وطبقي هادشي، هذا هو اللي قال لك طبقيه وبقاي سيمانه ورجعي عندي. ومشيت للدار وجا وجلست انا ويا واحد الجلسه وعاودت له على داكشي اللي كيدير كامل، وقلت له انا عرفتك كتهضر وهاش كاين. صافي قال لي لا ما كاين، قلت له بلا ما تكرمل حتى شي حاجه. صافي تما بديت نطبق ديك الخطه اللي قال هو نيت وحكم على راسو بها. صافي بقيت معاه غداك بحال هكاك تدوزت اسبوع، رجعت عند اختصاصي وقلت له شنو كاين. قال لي كيفاش داير الحاله ديالو؟ قلت له صراحه حالته حاله ماشي بحال اللي كان ورجع واحد اخر. قال لي سيري وبقايك بحال هكاك واحد المده. قال لي من بعد سيري بحالك، سيري خرجي للدار ما تبقايش معاه في الدار. صافي داكشي اللي درت، مشيت وبقيت بحال هكاك عيا ما يرغب فيا باش نتبدل وعمره ما غادي يعاود. صافي بقيت بحال هكاك منخله وما كنديهاش فيه وما كنباتي معاه كاع، ما كيبات معايا يعني حتى البيت ما كنخليش يدخل ليه البيت اللي كنعسو فيه. صافي من بعد تمايا خليت واحد الرساله وهو خدام وخرج بحالي انا ووليداتي. قلت له صافي عييت وبقيتي قادره نزيد نعيش معاك، هذه هي الاخرانيه، الله يرحم لك الوالدين طلقني. صافي مشيت للدار ديالنا، مشى جا كيرغبني وكيرغب وكيهضر مع با. الاب ديالي قال له صافي صراحه زيدتي فيه بزاف وبنتي عذبتيها ما فيه الكفايه. قالوا شوف اللي بغاتها نديرها معاها، ورجع ولا عاوتاني ولا كيرغب با. صافي ديك الساعات با قال له شوف نقدرش نعطيك بنتي دابا تدير شروط تتعوض بنتي على هادشي اللي كنتي كدير لها كامل، عطيها شي حاجه اللي هي تضمن راسها معاك حيتيش انت ما فيكش الامان. قال له والله الا ندير معاها اللي بغات. قال لك سبلا تبقى في الحق ديالها باش لو وقع شي حاجه ما تبقاش بنتي مع ضحيه في الكبر ديالها. والله الا كتب لي تبقى وما خلى ما شرالي خاتم ضدها وشرالي سلسله، ورجعت معاه وصراحه عشت معاه احسن حياه. دابا انايا اكثر من 25 عام وانا معاه وعمري ما وليت شفت عليه شي حاجه، ولا مزيان وكيعاملني كبحال الماء القليل، كيعاملني مزيان لا انا ولا وليدات، وعايشه معها بخير. حتى داكشي اللي كان كيدير والله الا ولا غيضحك كنجبدوه بالضحك. كي جاتكم اخوتي قصه هذه عاودتها قصه حقيقيه عاودتها السيده باش تكون صراحه فائده، وكنظن فيها فائده كبيره. شحال من واحد كتكون مشاكل اللي كتحتاج غير اختصاصي وغادا تصلح، ولكن حنا ما كنامنوش بهذه المشاكل النفسيه، راه هي صراحه كتحل بزاف ديال المشاكل. ونتمنى تعجبكم القصه، ما تبخلوش عليا بواحد اشتراك وواحد تعليق زوين.